أيضا من الحاجة اللي هي كويسة جدا كلمة يسرائيل. يسرائيل عشان أبين بس لحضراتكم أن هؤلاء هم على فكر خاطئ. كلمة يسرائيل أول لوحة في العالم ذكرت هذه اللوحة في علم المصريات أو علم الإيجيبتولوجي. اللوحة ديت موجودة في المتحف المصري في الدور الأول، بيطلق عليها لوحة مرنبتاح أو مرنبتاح ستيلا، باللغة الألمانية مرنبتاح شتيلا. مرنبتاح يعتبر الابن ال13 لرمسيس ذا ديفايتر أو الرمسيس السكند، اللي هو الابن ال13 رمسيس الثاني. ورمسيس الثاني ده مات وعنده يعني حكم مصر 66 و10 أشهر، والراجل مات وعنده 94 سنة، كان كبير سن وشيخوخة. اللوحة ديت بيعتقد شهود يهوه اللي أنا هشوفه دوت. بص حضراتكم الجزء الأحمر ده جان فرانسوا شامبليون لما جه مصر عمل ايه؟ فك رموز حجر رشيد. جه عند اللوحه ديت لوحه مرنبتاح. اللوحه مرنبتاح اللي هي موجوده في المتحف المصري الدور الاول دي ايرستي ايتاجي. هقرا لحضراتكم المكتوب ده باللغه الفرنسيه لان ده كلمات مين؟ كلمات جان فرانسوا شامبليون. مين هو جان فرانسوا شامبليون ده؟ ده اللي هم يعتبر من ضمن السكالرز اللي جم مع حمله نابليون بونابرت لما جه 1798 مصر وتم احتلال مصر بقياده نابليون بونابرت. ذكي جدا جان فرانسوا شامبليون. نابليون بونابرت كان ذكي جدا، كان بيجيب معاه اللي هم السكالرز عشان يستفادوا من الحضاره المصريه. الجزء المكتوب بالاحمر ده كلمه يزرائيل. وعند الكلمه دي اقف واعمل كده وقفه عشان دي تتشرح. شهود يهوه قال لك ان ده يسرائيل اللي هو يهوه اللي هو الله. الجزء الاحمر ده هقراه باللغه الهيروغليفيه من الشمال اليمين يزرائيل. جان فرانسوا شامبليون قال كده بارتيغ دو لا ستيل من نوميم دو لا تيرم اسرائيل ان ايجيبت كويفون ديغ اسرائيل. ده اللي قاله جان فرانسوا شامبليون. يعني معنى كده ان هذا الجزء من الاثار، ترجمته هذا الجزء من الاثار يعتبر في لوحه مرنبتاح هو ذكر كلمه اسرائيل المصريه. ده اللي قاله مين؟ جان فرانسوا شامبليون. بص حضراتكم الخط اللي هو الاحمر ده اللي عمله مين؟ ده اللي عمله جان فرانسوا شامبليون في كتابه وصف مصر. وصف مصر لديسكريبسيون دو ليجيبت، كتاب وصف مصر اللي عمله كتبه جان فرانسوا شامبليون. وقف راح عامل علامه حمراء كده عند كلمه يزرائيل. اشرح انا بقى كلمه يزرائيل ديت واقف عند هذه الكلمه. يزرع ده عبري، ايل، خلي بالك، بيت ايل، بيت وجه عبري، ايل الله، يزرع ايل، يزرع الصراع، ايل الله، اسرع مع الله، اسرع مع الله. ارجع لحلم يعقوب الكتاب المقدس. يعقوب حلم حلم انه كان في صراع مع الذي ظهر له في الحلم وقال له من انت؟ قال له انا الذي اصارعك، انا يزرائيل. شهود يهوه خدوا الفكره ديت وقال لك ده هو يهوه الله. يبقى اذا الكلمه نفسها في ترجمتها غلط. انا باخد المسند الرئيسي. المسند الرئيسي فين؟ اللغه العبريه. يزرع يعني صراع بالعبري، ايل الله، الصراع مع الله. ليست لها اي علاقه في ترجمتها من اللغه العبريه الى اللغه العربيه. ارجع الى
القاموس العبري الانجليزي. القاموس العبري الانجليزي اللي هو الهيبرو ديكشناري، هيبرو انجلش ديكشناري، هلاقي هذه الكلمه هي كلمه كنعانيه. كلمه اسرائيل هذه الكلمه هي كلمه كنعانيه. اذا اسرائيل هي كلمه ليست من اصولها وجذورها اللغه العربيه. يبقى اذا اسرائيل ده كلمه كنعانيه عبريه ليست لها اصول وجذور في اللغه العبريه. شهود يهوه بياخد هذا الجزء ويجيب لك لوحه مرنبتاح. ده في الكتاب اللي هو جهوفا اورتسوجنسا، شهود يهوه. وهيجيب لك، هتلاقي تفتح الكتاب كده هتلاقي الصوره ديت اللي هي لوحه مرنبتاح. لازم تعرف ايه هي لوحه المرنبتاح دي، عملها ليه. دي اسمها لوحه النصر، اسمها الشتيلا اوف فيكتوري، لوحه النصر لمرنبتاح اللي هو الابن ال 13 رمسيس الثاني في انتصاراته على لكسوس اللي هو الحكاخسوت. الحكاخسوت اللي هم الهكسوس باللغه الهيروغليفيه، اللي هم الملوك الرعاة اللي كانوا عايزين يحتلوا مصر. فأطلق على هذه اللوحة لوحة مرنبتاح العظيمة اللي موجودة، اللي تعتبر كنز من كنوز الآثار في علم الأركيولوجي، علم الآثار، وخصوصا كمان في دراسة الكتاب المقدس باللغات القديمة. يبقى إذن لما بيستندوا شهود يهوه على هذه الكلمة اللي هو أصلا وجدها جان فرانسوا شامبليون، ليست لها علاقة ببيت إيل. ارجع لإسرائيل، بيت إيل اللي هو مركز الرئاسة والسلطات لشهود يهوه في العالم. يبقى إذن ده اللي بيدل إن فعلا سيدنا وإلهنا يسوع المسيح عندما أوصانا بأن نفتش الكتب لأنكم تظنون فيها أن لكم حياة أبدية. تفتيش الكتب هنا أن أقرأ وأن أجد التفسيرات والمفردات والمعاني باللغات المختلفة. وأيضا رسالة بطرس الثانية التي ذكر فيها عدم التفسير برأي فردي. ليه؟ لأن هذا الكتاب كتبه القديسون المسيقون بالروح القدس. الغرب في رأي غريب شوية، يقول الله طب ما هو ازاي الأنبياء يعني كانوا مخادعين، وازاي المسيحية تقول عليهم دول بقى رأي الملحدين؟ ازاي المسيحية بتقول ان دول أنبياء، وخصوصا إسحاق ويعقوب؟ إسحاق ويعقوب في المسيحية مش أنبياء، ليسوا أنبياء في الكتاب المقدس. الكلام ده أنا جايبه منين؟ ارجع للغة اليونانية. كلمة نبي بروفيت ده كومباوند نيم، في برو وفيت. افتح القاموس اليوناني الانجليزي، بروفيتس. برو يعني ليه، فيتس ده من فيرب، هتلاقي كده جنبيها مكتوب باليوناني فيرب فيمي. فيمي يعني يتنبأ، ينوب عن. يبقى انا عندي كلمة بروفيت، بروفيتس اللي هو من ناب عن. الفكر المسيحي يعتبر الأنبياء معصومين من الخطأ لأنهم تكلموا ونابوا عن الله، فالله يضع الكلمات على لسانهم. فإذا هم في اللغة اليونانية فيتس اللي هو أصل الفيرب فيمي اللي هو عبارة عن ينوب عن،
فهو هذا النبي ينوب عن الله، ولكن إسحاق ويعقوب ليسوا هم أنبياء. عشان كده الملحدين في الغرب أو مدارس اللي هي النقد اللور كريتيسيزم هلاقي يقول لي إن إسحاق ويعقوب إزاي إنهم كانت حياتهم كان في صراع والبكورية بين يعقوب وعيسو وبيع البكورية، وإزاي إن كانت حياتهم في أشياء كثيرة خطأ. ولكن لما أقرأ الجزء اليوناني هلجد أن إسحاق ويعقوب هم ليسوا بأنبياء في الكتاب المقدس نظرا للغة القديمة اليونانية القديمة، مش اليونانية الحديثة. اليونانية الحديثة اسكريبتيفيا، لكن اللغة اليونانية القديمة التي كتب بها الكتاب المقدس.